بيبدأ الفيلم بآيرس موظفة في نادي رياضي كانت بتجهز لورديتها الليلية، وخدت بنتها الصغيرة معاها من غير ما تبقى عارفة إن في فيروس غريب بينتشر في الشوارع وبيحول الناس لزومبي. أول ما وصلت للنادي سابت بنتها تلعب في ملعب الباسكت، وراحت هي تتابع الروتين بتاعها وتلف حوالين المكان. وأثناء تفتيشها بتشوف بعينيها هجوم وحش بيحصل في الشارع. بتحاول تتصل بالشرطة بس الخط ميت، فنزلت بسرعة تبلغ رجل الأمن، لكنه خد الموضوع باستهتار وقال لها دي خناقة شوارع، وقفلها بكلمة اقفلي الأبواب وخلاص. إيريس راحت على أوضة الكاميرات علشان تشوف الوضع إيه، ولقيت بنتها لسه واقفة في ملعب الباسكت، فقررت تقفل باب الدخول الرئيسي الأول وترجع لبنتها بعدين. بس لما رجعت الملعب لقيت بنتها اختفت، وكل اللي كان مرمي على الأرض هو السكوتر بتاعها. وفجأة ظهر لها شخص بيجري من الدور اللي فوق، افتكرته بلطجي فزعقت له يبعد عنها، لكن لما قرب اكتشفت انه مش بني ادم اصلا، ومسكت السكوتر وضربته بكل قوتها، بس ده ما كانش بيأثر فيه خالص. فجريت على فوق وقفلت باب حديد تقيل وراه علشان تحبسه. بصت من الشباك ولقت رجل الامن واقع على الارض ساكت، والشارع كله قلب جحيم، صريخ وناس بتجري وناس بتتحول. جريت تاني على اوضه الكاميرات علشان تدور على بنتها باي طريقه. ارتاحت شويه لما شافتها جوه مخزن وعارفه ان في تليفون هناك، فطلبت عليها فورا. البنت ردت وإيريس قالت لها تقفل الباب كويس وما تفتحوش لاي حد حتى هي نفسها الا لما تقول لها كلمه السر اللي اتفقوا عليه. البنت نفذت الكلام وقفلت الباب، بس بعدها بثواني زومبي ظهر وبدأ يخبط بكل قوته. البنت استخبت في الركن والدنيا هديت فجأة، بس وهي بتتحرك بحذر ايدين مرعبة كسرت الباب وسحبتها بعيد. في الوقت ده ايريس كانت بتعيش كابوسها هي كمان. الزومبي دخل عليها الأوضة واضطرت انها تستخبى تحت المكتب. الزومبي دخل وبدأ يدور وايريس بتكتم نفسها، وفجأة قطة دخلت الأوضة والزومبي مسكها ورماها، وبعد كده راح لها وقتلها بطريقة وحشية. وبعد ما خلص وقف ساكت تماما كأنه اتحجر في مكانه. ايريس استغلت اللحظة دي وزحفت وخرجت من الأوضة واستخبت في مكان آمن، وطلعت موبايلها تراجع الكاميرات تاني. وهناك لاحظت حاجة غريبة، بعد ما الزومبي بياكل بيقف ثابت لمدة 32 ثانية كأن جسمه بيريح. وهي بتبدأ تفهم اللي بيحصل سمعت صوت في الحمام، راحت تشوف ايه الصوت ده. فجأة زومبي طلع من كابينة وضربها ووقعها على الأرض، لكن قبل ما يخلص عليها راجل دخل فجأة وشال الزومبي بعيد عنها. ايريس جريت من الرعب لحد ما وصلت جنب حمام السباحة، لكنها اتفاجئت بالراجل بيرميها في المية ونط وراها. والزومبي اللي كان بيطاردها وقع هو كمان وبدأ يتخبط لأنه مش بيعرف يعوم. الاتنين طلعوا من المية غرقانين بس لسه عايشين. الراجل مسك ايدين ايريس وفتشهم علشان يتأكد انها مش مصابة، وقال لها ان اسمه لويس وكان واخد مراته الحامل على المستشفى لما الهجوم بدأ. لويس اترجاها تساعده، مراته قربت تولد ومحتاجة حد يساعدها، بس ايريس كانت كل تركيزها على بنتها، ووعدها لو ساعدته هيساعدها تدور على بنتها. وبعد ما غيروا هدومهم المبلولة لويس خدها على أوضة مراته، لكن أول ما شال الستارة ايريس اتصدمت لما شافت مراته اتحولت لزومبي. حاولت تهرب بس اكتشفت انه قافل الباب. هددها وقال لها لو ما ولدتيش الزومبي مش هتشوفي بنتك تاني. مفيش قدامها حل تاني واضطرت توافق، وشالوا الزومبي الحامل على اوضه الاسعاف. لويس بسرعه بيربط مراته في السرير وبيبدأ يولدها، ولحسن الحظ البيبي بيتولد سليم ومعافى. لكن من كتر المشاعر اللي جواه لويس بيغلط غلطة كارثية، وعلشان يدي مراته لحظة سلام فك قيودها واداها حاجة تاكلها. بمجرد ما خلصت الأكل دخلت في حالة الجمود الغريبة اللي بتحصل للزومبي بعد الأكل، وفضلت ساكتة ومش بتتحرك لمدة 32 ثانية. وفي اللحظة دي لويس حط البيبي في حضنها علشان تشيله وتحس بيه لأول وآخر مرة. بس ال 32 ثانية خلصوا فجأة والنور قطع والدنيا اسودت. ساعتها لويس اعترف لإيريس إن بنتها موجودة في غرفة الغلايات. من غير ما تضيع وقت إيريس جريت هناك، بس لقت شنطة بنتها مرمية على الأرض وفي جثة بتتحرق في النار شكلها زي بنتها. الدنيا بتسود في عينيها وبتنهار حرفيا. لقت مسدس قريب منها مسكته وفضلت تبص عليه بتفكر تنهي حياتها. بس وهي بتفكر فجأة لمحت نور أحمر بيلمع من جهاز أمان، خدت بالها منه وجريت وراه لحد ما وصلت لباب مقفول. خبطت عليه بالشفرة السرية اللي متفقين عليها هي وبنتها، وساعتها الباب اتفتح. كانت بنتها لسه عايشة وكانت مستخبية وسايبة علامة علشان أمها تعرف توصل لها. البنت حكت إن لويس ساعدها تستخبى في أوضة الغليات، وبعدها جه راجل تاني مع بنته الصغيرة حاولوا يساعدوه بس الزومبي هجموا عليهم. الراجل مات والبنت التانية اترمت في الفرن. وساعتها إيريس فهمت إن مفيش أمان هنا ولازم يهربوا فورا. وهم بيحاولوا يخرجوا لقوا مجموعة زومبي واقفين في الطريق. إيريس ولعت نار وده خلى كمية فيران تجري في الممر. الزومبي هجموا على الفيران بدلهم. إيريس ظبطت عداد ال 32 ثانية
تانية، وابتدوا يتحركوا بهدوء ما بين الزومبي المتجمدين. لكن قبل ما يوصلوا لنهاية الممر العد التنازلي خلص، والزومبي فوقوا وبدأت مطاردة مرعبة. بالعافية وصلوا لعربية قديمة لكن للأسف مش بتشتغل. إريس عملت خدعة وخلت الزومبي يجري ورا أثر وهمي للعربية، وساعتها هي وبنتها نزلوا من فتحة مجاري تحت العربية. وفي الأنفاق الدنيا ضلمة، لقوا لويس تاني متعور وبيشيل ابنه البيبي، وكان عارف انه خلاص هيتحول، فطلب من إريس تهتم بالطفل وقال لها مكان مركبة على المرسى. وقبل ما يمشوا زومبي ظهر فجأة وهجم عليهم. إريس اتغلبت عليه ووقعت على الأرض، بس بنتها ما استسلمتش وخدت مسدس دبابيس وضربت الزومبي وقتلته. وهم مع بعض وصلوا المركب وخدوا الطفل معاهم وركبوا وسابوا المدينة اللي اتدمرت وراهم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد. سلام.